يا مو الله يحن عليك، بتروح لعند الخضري ابو مرزوق، بتجيب من عنده جرزة كزبره وبتقول له يأيدها على ابو بدر. شو بتقول له؟ جرزة كزبره. مالي سمعانه. جرزة كزبره. كمان مالي سمعانه. انا فكرتيني اطرش مثل ابي. جرزة كزبره. بيتو قبر قلبي، روح بسرعه الباميه على النار، روح. يا ابو بدر، ابو بدر، شو عم تعمل هون قدام الباب ولا؟ شو عم تعمل هون قدام الباب؟ شو بدك مني؟ وليش منبه راسك لجوات البيت ولا؟ مالك شايف الباب مفتوح؟ وانت شو دخلك؟ انا شو دخلني؟ قولوا وخذ خذ هاي وهاي روح يا ولد. وينه هالصبي؟ والله طوال لا بينبعد مشوار لا هو ولا ابوه. شو هالصوت اللي بالحاره؟ خير ان شاء الله. ولك انت شو انت؟ انت اني الشرف والنعم ولك اني الشرف. يا نبيل يا كلب، والله لعلمك الادب. والله انت مالك رجال ولا انت مالك رجال؟ شو مساوي؟ شو عامل؟ هذا الواطي باب بيت جارنا مفتوح ومنبه راسه عم يتلصص على الحريم. العمى لا يا الله لك كاتب انت باين انه شو كله عند الباب. كان بقول طلع خاله. شو قلتوا لا بدر؟ هذا خالي يا عطاس. والله خالي. لك هذا خالك ولا؟ والله خالي فايز. وإيش كان خاله؟ ما بيجوز يفوت راسه لجوات البيت. بابا ابن حماية فايز، مين مشعلك لك مشتاق مشعلك؟ ولا بدر علمه ثاني مرة لابن حماك لما بيشوف باب بيت مفتوح يرجع يسكره ويدق الباب، مو يفوت راسه لجوات البيت، لأنه ثاني مرة بقص له إياه. فهمت أنت وياه؟ مرة ثانية بتموت راسك قبل ما لا من خالتي. بتموت راسك. لا أهلين فايز، شرفت. أهلين. حبيبي طلع خاله، كأنه تسرعنا شوي. شو بيعرفني أنا؟ سلامتك يا اخي، سلامتك. يبعث لي حمى عليك ان شاء الله. يبلي بتكسير ايديه هالمعتز الهي. لك وطي صوتك فوزية، احمدي ربك انه نقطت هيك. نقطة هيك؟ شو بدك اكثر من هيك؟ يموتوا يعني؟ كمان الحق على اخوكي، هو طلع لي الله يصلحه، ليش مفوت الباب بنص راسه؟ كان يدق الباب ويوقف على جنب. هلا صار الحق على اخي يا ابو بدر؟ بعدين باب الصالة ليش كان مفتوح ولا فوزية؟ ليش كان مفتوح؟ بدر راح يشوف لي كزبره وانت نايم، وانا نسيت رد الباب وراه. نسيتي تردي الباب وراه؟ لك وين كانوا اهلاتك؟ يبعث لك حمى براسك. عم تدعي علي يا ابو بدر؟ هلا صار الحق علي ما هيك؟ ايه معلوم، الحق عليكي ولازم الاكله تكون الك، وهلا بدي اعمل لك اياها. اسمع اخي اسمع، سبعي بده يضربني يا بعدي. اسمعوا يا اهل الحاره. من امتى جوزك صاير رجال؟ انا بعرف. انا رجال بكل عمري، فهمان ولا؟ اسكت ولا؟ نجبت له الاخي ولا ابو بدر؟ بقول ولا ستي ولا تضربي انت وياه، ولو ما معتز طلعوا الاكله كان لازم انا اعطيه اياها، وهون قدام اخته. تضرب انت واختك، اعلاتكم زوجتين بخرج. طريقته قتلي لابن حمالة اب بدر؟ وشو بيعرفني انه هو ابن حمالة اب بدر؟ انا شفت واحد داحش راسه جوات البيت. اساله مين انت؟ ما تحملت حالي شوف واحد داحش راسه لجوات البيت عم يتلصص على الحريم عمي، واليوم وبكره وبعد بكره اذا بشوفه هو بذاته داحش راسه لجوات البيت لاطرقه قتلي حشكه لبك علمه فيها شلون يدق الباب. وكمان بدك تقتله قتله ثانيه يا معتز؟ اي نعم عمي، وبدي كسره تكسير. اسمع ابو حاتم، معتز عمل اللي لازم ينعمل وهداك بيستاهل. شلون ابو حاتم؟ اب بشير، المفروض اللي بده يجي لبيت الثاني يستأذن ولو كان من اهل البيت، مو يدحش راسه دحش. بس الرجال جاي لعند اخته. ما اختلفنا، يعني اذا حدا من حريم الحاره عند اخته وقاعدين بالقرعه معلش يشوفون اب بشير. يا عيني عليك يا عمي ابو حاتم، شو انك اصلي وبتفهم علي. اقتنعت عمي ابو بشير؟ والله كلامك جواهر يا ابو حاتم. ان شاء الله ما صار له شيء. لا عمي لا، شوية خرمشة هيك على خلقته. يعني ما في كسر بايده ولا جرح بوشه ولا ببدنه؟ لا ما اذيته، بس المرة الجاية ان شاء الله بدي كسره تكسير. لا حول ولا قوة الا بالله.
المرة الجاي عد العشرة قبل ما تستعمل ايدك، الله يرضى عليك. امرك عمي ابو حاتم. الله لا يخزي حدا. بشير؟ ايه اخي نعم. انا برأيي اللي عمله معتز منيح، شب قبضاي وبغار على عرض اهل حارتهم كان له عرضه. صحيح. وهداك اللي صار فيه بيستاهلوا، ليش؟ لانه قل الادب على الباب، لازم وقف منيح وبأدب حتى لو كان بيت اخته، شو يعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. لك شو صار في زلمه؟ العمى شو هذا بحاتي؟ قال ما في شيء. قال العمى قال خرمشة. شو هالخرمشة هي؟ مكسره تكسير. معلش صارت وصارت، خليها تكون عبرة لغيره، شو بيصير؟ السلام عليكم. عليكم السلام. افتح ابو بدر. لك افتح. ما بفتح. عم تسيبني قدام اخي يا ابو بدر، ما هيك؟ صدقيني مو بقصدي يا فوزية. مو بقصدك؟ ومو قلت كمان انك بدك تضربني؟ ان شاء الله بتنكسر ايدي قبل ما ارفع عليك يا فوزية. ولك جربها شي مرة واحدة بس، مو نايل. افتح. شلون يعني يا فوزية؟ مو شي انا فرجيك يا ابو بدر، حسابك عندي، وكل كلمة قلت لي اياها قدام اخي رح حاسبك عليها. لك اطلع اعمل لي حالك رجال، بدك تضربني؟ طلع فرجيني عضلاتك. لك افتح. قولي على قلبي يا فوزية. 100 مرة انا بفرجيك يا حريمة. ها وهي قاعدة لشوفك هتطلع ولا لا. مور معلم. على السريع لعند العقيد، قولوا الجنازة رح تصل. ليش مين مات؟ بنت اخته لا عم لك انت شو بدك بمين ما تروح؟ امسكي امسكي. Ferme la porte vite. اغلقوا الباب بسرعة. شو القصة صارت؟ الله يستر يا ابو حاتم. Dis-le pour la perquisition. أيها السادة، معزية، سنفتش كل منازل الهارة بيتا بيتا، وأرجو المساعدة، وأرجو أن تذهبوا إلى بيوتكم. هيا. يا ساتر. شوف يا فرز. تفتيش. شو؟ شوف يا بابا. يلا لا تطلعي لبرا، لا تطلعي لبرا. ديري بالك عليه. شوفي يا مو شوفي. جاني وانت مسويه قد شو البيت امسك هذول فوتي لجوا. فوتي هون. شوفي على قصدي. يلا خايف. يا رب استر يا رب. خير شوفي. تفتيش. ايه طول بالك. يلا. تفتيش عليك. يلا خذوا هيك يا حريم. شوية بارتو. فوتوا فتشوا وين ما بدكم. فيت. مشان الله ما تاخذينا يا اختي. صبر جميل والله المستعان. Fouillez partout, dans toutes les chambres, dans les coins, partout, allez, vite.
perquisition. شاع في حريم. مع المطبخ. هلا فتشوا. Entrez. Bien, capitaine. Suivez-moi. برحمة الله وبركاته. تفضل. خليه معك. بتعرفي توصفيه؟ ايه بعرف، مو من هون؟ بس حطي اصبعتك هي هون ورجع الديك هاد لورا، هيك صار بيقوس. ناوليني ال200 قوام على السريع. امرك ابن عمي. Ouvrez la porte. افتحوا الباب. Qu'est-ce que c'est? الكابتن يسأل ما هذا. هاي حرمه ميتة جابوها اولادها مشان تودعها اختها ساكنه عندنا بالحاره. Mettez-le par terre. ضعوه على الأرض. عم بقول لك هي حرمه. Ouvrez-le. رجع لورا. بعد هيك انت وياه ولاد. ما عرف يمد ايده على هذا التابوت. هذا التابوت فيه عرضنا وشرفنا اللي ما بنبيعه لحدا. واللي بده يجرب يفتحه بيكون عم يفتح قبره بايده اي من كان يكون. الحرمه ما بينكشف عليها. ارواحنا بتروح وما بنفتح التابوت. عناصر انسحاب. هاجروا يا رجال. لا اله الا الله. لا اله الا الله. العز روح شوف الرجال. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا يلي بده يتحدى هي الحارة من قده. في مين بيحمي الدار بالحق يسون حده. الله يجعل مثواها الجنة. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. يلا يا رجال خلوا الست مسكي تودع اختها على راحتها. يلا يا رجال يلا. ابو العز. فوتت الدرك على وصول الجنازة. في عنا يا جماعة، في عنا. شلون يعني عفيف؟ أم كأنه في حدا بيعرف بقصة الجنازة والسلاح، لأنه تفتيش الحارة بهالشكل خلاني شك. في حدا بيعرف إنه جاي سلاح لعنا على الحارة. يا أما أمر السلاح مفضوح والدرك بدوا يفتشوا كل حارات الشام وبلشوا من عنا من الحارة.
والعمل عقيد. بدنا نفتح عيوننا على 24 لبينما يجوا صحابين السلاح وياخدوه. وإمتى جايين أخي؟ يا بكره يا بعد بكره. معناته لازم نبعت حدا لعند ام زكي يشوف شو عملت بالسلاح. نبعت حرمل عندها على البيت تشق عليها وتفهم منا شو ساوت بالسلاح. تصرف انت اخي ابو قاسم بمعرفتك. يلا أخي يلا.